السيدات والسادة الحضور، أهلا بيكم في عين جمل شو. دلوقتي استعدوا عشان تتكلموا وتسمعوا، تضحكوا وتضحكوا، وتعيشوا ليلة ما تتنسيش. استرها معانا يا رب. وفين السقف؟ ايوه، تحياتي لكل حد عنده لطف واي حد مخه بسيط. اسمع بقى، عفريت واقرع وبكتش اكن انا طالع من المصباح. عندك حد وتحكيها نضحك بيها نجيب ارباح. نجاحاتي في فتره وجيزه وبقدم ضحك خصوصي. لذذتوا الحفله لذيذه لو انتوا تقال انا خدت فلوسي. طلعت كوميديا من الاحزان، انا شوهي مش ستاند اب. وبلد وبرغي في اي كلام، استرها معانا يا رب. تحكولي مواقف سودا فانا رد كريم تفتيح. لذذتوا الحفله ده ليك وانا خدت فلوسي. انا حد صريح. سقفوا. انا جاي انا جاي انا جاي انا جاي انا جيت انا جيت. Allô? Hi! Comment ça va? Merci. الله يسلمك يا فندم. عاملين ايه؟ الناس اللي رفعوا الموبايلات دي فاكريني هرقص؟ ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا جدا والله العظيم. يعني عندي حماس لهذه الحفلة انتوا لا تتخيلوا، لان انا بفضل الله طبعا وبفضل الجمهور اللي بيحضر الحمد لله عين جمل بعد 3 سنين بقى بيلف العالم، بقى بيسافر، بقى بيعمل، بقى بيروح، بقى بيجي. يانا عايزين تعرفوا اللي حصل؟ طيب هسألكم بس شوية أسئلة عشان نعرف إيه الشو هيمشي إزاي. ننور كشافات الموبايل إذا سمحتم. زعلانة ومقهورة، نزلوا المباريات خلوها لتحت. مين حضر الشو قبل كده؟ ما ده انا والله انا عارف ان انا كل مره بقولها فبيبان ان انا بكرر نفسي، بس بجد الناس اللي بتبقى حضرت مره تانية قليلين جدا. فهل الناس ما بتجيش تاني ولا ايه؟ طيب مين اول مره يحضر؟ بصوا المنظر اهو، اتفضل. سواد مرار طافح، احنا جايين على السمعه. طيب عين جمل شو هو انتراكتيف كوميدي شو مش ستاند اب كوميدي شو. فالشو معتمد على حضراتكم، فلو حضراتكم لزاز الحفله لذيذه، ولو حضراتكم مش لزاز أنا خدت فلوسي. طيب فرنسا وهولندا وألمانيا وبلجيكا والبحرين في النص، ورحت فرنسا تاني في الآخر عشان أنا ما أقدرش أعيش من غير فرنسا، لازم أفطر كرواسون كل يوم. والله رحت هناك الحقيقة الجو كان ساقع جدا بشكل يخليك تفكر غلط، يعني تفكر غلط اللي هو العربية هتدهسك أنت واقف. انا حضرتك خلصني من الهم اللي احنا فيه، ونزل تلج وحاجات كده، ونزلت العب في التلج ده ازرقت، راحوا طلعوا انت جاي منين ازريبه انت ايه؟ فما حدش هيبقى عارفني، مش ان انا مشهور، ما حدش هيبقى عارفني، اذن ما حدش في الشارع عارفني، يعني احنا تمام، يعني مش هقابل حد اعرفه. فاول ما وصلنا فرنسا وصلنا البيت اللي كنا مأجرينه يعني، وبعد كده في تاكسي جه عشان هياخدنا يودينا شانزليزيه، عشان احنا طبعا ما نقدرش نروح شانزليزيه معروفه. فركبنا. أول حاجة حصلت قسما بالله، الراجل دور العربية قال لنا بيان سور جون جوجي، راح طالع فوق الرصيف. أول حاجة دب، رحنا قايلين وسنتنا الطين السودا، ورحنا نازلين كلنا بنحاول احنا مصريين بقى، فاحنا حقيقي يا جماعة احنا جدعان موت فوق ما انتم متخيلين. في راجل سورق قدامنا في حتة في بلجيكا اتزحلق وقع، الناس ما قالتش ليه حرام، عملوا كده. فاحنا اول ما الراجل طلع فوق الرصيف رحنا نازلين ايه ده وبتاع. المهم ايه، نزلنا. فحمزه فين؟ حمزه اهو. فالراجل نزل، لا استنوا، حمزه هتسقفوا له بعدين. حمزه نزل، وانا وحمزه والشباب وبتاع نزلنا. فالراجل واحنا بننزل، انا نزلت، شبلي نزل، حمزه راح الراجل داهس رجله، طلع على رجله، فعمال يقول له ويت ويت ويت، والتاني ايه فوالا بيحمل بقى. يا عم فوالا ايه؟ المهم داس له على كعب رجله، هرسه. فاحنا ركبنا وبتاع، فبنتكلم احنا ايه، عمالين نقول ايه ده غبي جدا، ده مش معقول كده وبتاع ومش عارف ايه.
راح الراجل قسما استحاله راح قال لنا طب ليه كده طيب؟ فبصيت له قلت له ايه الشغلانه الخرا دي بقى يا عم؟ انت منين يا بلدينا؟ قال لي من الصعيد. قلت له يعني ايه طيب؟ في امال فوالا ايه؟ قال لي انا اسكن هنا منذ فتره طويله ولكنني من الصعيد. المهم قعدنا نقرره شويه، طلع مش من الصعيد، طلع من السودان، بس هم بيتعامل ان الصعيد عشان في الجنوب يعني. المهم قعدنا نهزر شويه معاه وبتاع، وبعدين انا دخلت معاه في نقاش عبثي جدا، ودي كان حاجه كنت يعني من احلامي ان انا كنت اسافر في باريس عشان اسال هذا السؤال اللي الناس كتير منكم هتفتكروا افيه، بس انا فعلا كنت عايز اعرفه، ان هل العيش الفرنساوي هناك اسمه عيش بلدي ولا لا؟ والله انا كنت هموت واعرف هذه المعلومه. فقلت له هل العيش الفرنساوي عندكم؟ قال لي ايه عيش فرنساوي؟ قلت له العيش الفرنساوي الفينو الكبير ده. قال لي ايه الفينو؟ فبدات احس ان احنا في مرار طافح. قلت له الباجيت. قال لي تراديسيونال. قلت له تراديسيونال. العيش بقى البلدي عندكم اسمه ايه؟ قال لي ايه عيش بلدي؟ قلت له العيش اللي هو بيفرفد ده. قال لي رده. قلت له ليه اتخرجتنا من المله؟ ما انا ما ليه ما فيش رده ولا حاجه. ردة تمام، الدنيا جميلة حلوة، وصلنا نزلنا برج ايفل، ايفل تاور، عشان انا بقول برج ايفل عادي زي المصريين. قالوا لي ايه ده؟ ايه ده؟ تور ايفل؟ اذك. المهم نزلنا اتصورنا، في واحد جه قال لنا شمسات اخواتي. فانا بدأت احس شمسات اخواتي ازاي؟ يعني ده برج ايه يعني؟ ده برج القاهرة وتخن، ما انا ايه بقى ايه مش فاهم. والله العظيم خلصنا الخروجة، قوم ايه جه تاكسي. الراجل جه ما تعرفلوش بقى جنسيه من شكله، مش باين حاجه. قال لنا بونسوا. قلت له بونسوا. بيجي ركبنا. قال لنا على فين؟ قلت له ما فيش فرنساويين هنا يعني؟ مش هنشوف حد دلدغ في الره يعني؟ هنعمل ايه المرار الطافع؟ فقال لي الاجانب هنا كثيرون. فقلت له لا، ما هم انتوا اصلا اجانب. فقال لي لا انتم اجانب. قلت له لا انتم اجانب، انتوا اجانب بالنسبه لنا. دخلنا برضو الخلاف ده، نزلنا وصلنا تمام، شغلنا الدفات. تاني يوم نزلنا فتحنا التاكسي، قلنا الراجل سلام عليكم، قال لنا عليكم السلام. خلاص يا والله احنا خلاص قلنا خلاص بقى احنا بقى مش ايه، انا هقعد اقول له بونسو لا ميزون والحاجات دي. المهم خلصنا فرنسا، رحنا هولندا. رحنا شارع كده في هولندا ماشي، في محلات وفي مش عارف ايه، وبيبيعوا مخدرات في الشارع، والدنيا حلوه يعني، الدنيا جميله. فاحنا واقفين بناكل بطاطس. هنا ده شيء مميز. مين سافر هنا بره؟ الناس اللي قاعده في الاول، اللي ورا قال لك بره. انا رحت الجيزه. قال لك بره مطار وكده. لا المهم، فالبطاطس البوم فريت العاديه الصوابع ده شيء هناك ايكونيك قوي يعني، عامل عندنا زي الطعميه يعني، مش عارف يعني، حاجه زي الفول كده، الناس كلها ماشيه بتاكل بايه، بتتفس في البطاطس. المهم فالناس بقى مصطبحه بقى، وفي ريحه مخدرات في الشارع. اول ما وصلنا والله يعني انت بتفتح كأن احنا قاعدين في هوت بوكس، في عاملين كنشه يعني، بتفتح القطر فتح كده، وعجل العيال كلها بتصبح الكلام وبيسوق عجل، فتحس ان صدرهم واخد سكرين شوت يعني، هم مش فاهم انا رياضي ولا مدمن يعني، انا مش مدمن. فاحنا المهم حد مننا بيهزر فقلنا حاجه، فبنضحك احنا الثلاثه، بنضحك بصوت عالي قوي. لقينا واحد ماشي، ده شكله هولندي مش مصري يعني، ماشي عامل كده وبيقول فرايداي از داي واحلى مسا على الكل، وراح ماشي. عبث العالم، احنا محتلين اوروبا، محتلينها بشكل انا ما شفتش حد اجنبي يعني، مفيش بره كده. رحنا فين بعد كده؟ برلين، وجمال برلين درجه الحراره بقى 0، والناس عامله كده. تخش بقول للراجل فين الفيتنج روم؟ قال لي ان ذا بيلدينج. انا درجه حرارتي 2، فانت شوف حد يقيسك الهدوم، فاهمين؟ والله. فالحقيقه ان تعالوا هكمل لكم القصه اثناء ما بنكمل. كلكم خدتوا ورقه وقلم؟ في حد ما خدش؟ اللي ما خدش يرفع كشاف موبايله، هيدوا له ورقه وقلم. تعالوا النهارده نتكلم عن الاحراج، بما ان دي من اكتر الحاجات اللي انا تعرضت لها، وده هحكيه لكم خلال الحفله. هنتكلم عن الاحراج. عاوز كل واحد منكم يكتب اسمه ويكتب ايه اكتر حاجه محرجه حصلت له، ويا حبذا لو كانت بره، اخواتي ورا لو كانت جوه مفيش مشكله. هسيبكم 3 دقايق او 5 دقايق او 7 دقايق على حسب قدرتكم في الكتابه. لو في صعوبات تعلم هسيبكم 10 دقايق.
اكتبوا اجابتكم، ما تنسوش تكتبوا اسمكم. ولو حد مش عاوز يكتب اسمه الحقيقي يعمل كده، علشان الناس اللي بتيجي مع ناس مش زوجاتها وبعد كده يقولوا لنا استاذنك اصل دي عشيقتي وانا ما كانش حد يعرف. بالله عليكم، فاي حد جاي النهارده في البلاك فرايداي يستفيد بالخصم يكتب اسم كده اهو، يكتب صلاح الفانتوم، فاهمين؟ واحنا مش مهم، احنا ومش هنصوركم، فاحنا تمام. اللي عاوز يكتب اي حاجه يكتبها، توكلوا على الله. 5 دقايق شغل مزيكا، سلام عليكم. خاسس، انت خاسس قوي. وبعد مرور ثواني كتير قوي، جاهزين؟ حماس، تسقيف، تصفيق. يا عيني يا عيني. لا الصرف باين عليا النعمة، الصرف باين. ما عملناش حسابها دي. هو انا بقى كل مرة هقعد افتح بالمفتاح وانا شغال ايه؟ في التبعي؟ بسم الله. اول ورقة في كنت طالبة نسكافيه. المدام جت ماشي. كنت طالبة نسكافيه في الشغل وما كانش معايا فكة، فاديت العاملة 200 جنيه. مش متفائل من كلمة العاملة دي. فهي جابت لي الفلوس مفكوكة كاملة. دي جملة ملهاش معنى. فأنا أخدتها وقلت لها شكرا وخلاص من غير ما حاسبها. حرامية. فهي رجعت لي بعدها. نهال، فين نهال؟ مساء الخير. يا بتشاور؟ مساء الخير. ما انا مش شايف. هاي. هاي. اتفضلي، ايه اللي حصل؟ هو انا المفروض طالبه حاجه، فانا ما كانش معايا فك. حلو. جابت لي الفكه، رحت خدت الفلوس وما حسبتهاش. رجعت لي تاني، طبعا انا بقيت مكسوفه، نسيت احاسبها. يعني انت اديتيها 200 جنيه راحت فكها لك، قلت لها شكرا. ايوه ومشيت. فلوس دي بيتي اولى بيها. ده حصل في مصر ولا بره مصر؟ لا لا هنا. انت عاديه يعني. خلاص. ورقة زرقاء. رنيم حسام. ترارا. مرة في كافيه، انتوا كلكم جايين هنا فاكرينها قهوة؟ اوكي. مرة في كافيه كنت بطلب قهوة وقلت له رنيم. قال لي تمشي ابراهيم. ايه ده؟ او انا سكت وما سمعتش وسلكت. سلكت ليها معنى في الجملة، ايه معناها؟ يعني ايه سكت ومشيت وسلكت؟ ملهاش معنى. قلت ماشي. بعد كده وانا باخد الكوبايه لقيت عليها هيمه. يا هيمه يا رنيم اتفضلي. يعني ايه وسلكت؟ سلكت يعني كبرت دماغي، انا ما سمعتش، فاللي هو سلكت يعني كبرت دماغي. عادي. المصريين عليهم لهجه برضو، انا مش قوي قوي في سلكت ماشي. فانت ورحت قايله خلاص، فراحت مديك واحده هيمه. انا عندي مشكله، مثلا انا ما بسمعش اللي بيتقال لي، فانا اللي هو يعني ايه، لو حد بيقول حاجه كذا مره بقول ايه، فانا اللي هو ايه طيب ماشي كده. انت بتسيسيني ولا بتقولي حاجه؟ لا انا بقول لك. انا مره ايه انتش اوعى العب ده انا جامده قوي. لو سمحت ابراهيم ابعت لنا رنيم، عاوزين نتكلم معاها. بس هو اداني الوقت، فالفكره انا جيت له الكوبايه قلت له ايه هيمه دي؟ قال لي ما انا قلت لك. بتتكلم بسرعه جدا، هو في ايه؟ ما تقلقيش، انت لسه في اول الحفله. انت احمد مكي. هيمو. يا ابراهيم اصحى معانا يا ابراهيم. معاك والله. ايه اللي حصل يا ابراهيم؟ يا رنيم بيت ابراهيم ايه؟ قولي. انا اسمه ايه ده، كنت بطلب قهوه عادي، فانا بقول له رنيم، فهو راح قال لي اللي هو ايه تمشي ابراهيم، فانا قلت له اللي هو يعني هو كان دي معاكسه ولا هو ده دمه صدغ قوي الولا؟ والله العظيم ما يعني اعرف. معاكسه وحشه قوي برضو ان انا اكلم بنت اقول لها ايه ده اسمك اسم راجل اوعى. ما فيش حاجه مش هيوصل معاك الحاجه، كنت تديله بقى فخيه قلم ولا حاجه. انا اصلا ما سمعتش، انا اللي هو يعني ايه ماشي تمام اوكي. ما انت برضو بتسري. ماشي ابراهيم هات بس القهوه شويه قهوه. الدنيا معايا بايظه وهعمل نمره زياده وبتاع، الدنيا مش احسن حاجه. وبعد كده انا باخد الكوبايه، الفكره انا ما خدتش بالي، فبعدين انا باخد الكوبايه فلقيت مكتوب عليها هيمه، فانا رجعت له قلت له هو ايه ده؟ قال لي ما انا قلت لك اللي هو تمشي ابراهيم، فلقيتك ما انت رضيتيش. كنت بتجيبي قهوه منين
انت بتجيب قهوه من مكان من اللي بيكتبوا اسامي على الكوبايات. اه ليه الراجل كان هو الوحيد اللي واقف على النصبه؟ ايش طهيمه ماشي. ابني في مدرسه انترناشونال، واول يوم رحت فيه المدرسه قابلت مامة واحد صاحبه اجنبيه بتتكلم الماني بس، وقفت تكلمني شويه ما عرفتش ارد عليها ولا فهمت حاجه. قالت ايه وسابتني فين مين ليه؟ قول تاني كده. اتفضل. رابع صف على الشمال. هاي يا عمر. هاي، عايزه تقولي اسمك ولا لا؟ اسمي حنان عادي. اسمك نسيت حنان بس عادي. أكتبه. طب حنان ما كتبتيش اسمك ليه؟ نسيت والله. ماشي. اهلا حنان. اهلا بيك. هو ابني اول سنه ليه قربي في المايك من المدرسة. بقك أول وما تخافيش سنة. من المجتمع، اتكلمي. ماشي. اول سنه ندخل المدرسه، يعني هو في كي جي 1 لسه. حلو ما شاء الله ربنا يبارك. اول يوم دخلت فيه المدرسه، هي مدرسه انترناشونال وانا تعليمي كده على الله. انت في الانترفيو بتاع المدرسه قلت لهم يس اوكي ميبي شور بيرهابس. بقى انا خدت لحد يونت 11 12 ما كملتش، الفلوس خلصت. بس فكان في حفله اول يوم دخلنا بنتعرف حفله اول على يوم؟ الناس. احنا كان بيبقى عندنا حفله برضه اول يوم في المدرسه. خد يا زميلي جايب الكبده منين؟ هات. دخلت بنتعرف على الناس، فاول واحده قابلتها هي بتتكلم الماني بس، وانت وأنا طبعا عارفه بتكلم عربي بس. انت اللغه الثانيه في المدرسه كانت ايه؟ هي بياخدوا الماني وفرنش، بس انا كنت مختاره الماني. انت كنت مختاره الماني؟ ما بس هو ليه انت هو ما- مش ليه انا. إيه انت انت في اللغه الثانيه ايطالي؟ كان انت حضرتك جوزها؟ خد الولد واهرب لان الوضع مش احسن حاجه. اسمع مني. قول له ايه، هنروح نقابل ماما في حته تانية، تعالى. ماشي. طب والولد دلوقتي بيتكلم ايه؟ هو لسه في كي جي 1 بس هو بيتكلم الماني. بقى بيتكلم شوية. الماني. آه. بقى بيقول لك ثواني انت ما تصغرناش مع الابيرنس. بحاول اذاكر معاه دلوقتي انت اللي بتذاكري معاه دلوقتي؟ لنفسي مش ليه، هو بيذاكر لي. سمع كده. قول انا حاسه ان الكلام ده الاكسون بتاعتك مش حلو. ماشي. فيش رجاله هتتكلم؟ عمر عبد العزيز. عمر اطفي السيجاره بس عشان ايوه. ثانية واحدة عشان سنة تقييم معايا يا عمر ان شاء الله. بصوا عمر كاتب ايه؟ كاتب كنت في جيم كلمة واحدة. كنت في جيم من الجيمات الغالية، وطلبت اشغل انا الاغاني، والبلاي ليست عندي موجود فيها مقاطع صوتية من الاغاني. في ايه؟ الخط مش احسن حاجه بس. والله لا الخط ولا خلينا ساكتين. فلقيت مفيش فيها سين. انت وديتنا في حته وحشه جدا. قال لك كان في مقاطع اغاني فلقسيت، يعني ايه؟ مره واحده فيديو لبهجت صابر اشتغل كله شتايم قذره، من ساعتها ما رحتش جيم تاني. ما انت مالكش جيم اصلا. ليه مسيف فيديو مقاطع لبهجت صابر؟ كان واحد صاحبي بعتهولي. ماشي. طب وعملت ايه؟ عملت نفسي عبيط. طبعا رحت عامل نفسك بتتكلم الماني. ايه. طب وانت رياضي دلوقتي؟ ما انا ما روحتش تاني بقى خلاص. انت بتتلكك يا اسطى. ايه لا اذا بهجت، لا سوري بهجت محرج عليا. بتشتغل ايه يا برنس؟ انا لسه بدرس بتدرس ايه يا برنس؟ في بيزنس. وبهجت صابر بيعمل ايه عندك في الموبايل لما انت ما بتدرس صاحبي بيزنس بعتهولي إيه؟ بقى اعمل له ايه طيب؟ انت جاي مع مين النهارده؟ مع والدتي. طنط. الولد مش احسن حاجه. الولد اسمعي مني، الولد مش احسن. في ورقه وقعت ولا دي ورقه انا قريتها؟ وقعت. حد كاتب تقابل شخص اكثر من مره ولا تستطيع التعرف عليه. مين هي؟ دي خاطره؟ شوف حظ مين الكاتب او الكاتبه. لو انت معانا نور الكشاف، ولا مش فاضي بتكتب حاجه تانية؟
إذا أردت شيئا بقوة. طب هي ناسية إنها في الحفلة ولا ناسي؟ تقابل شخص ولا تستطيع التعرف عليه. مين ده؟ أنا جاي أحضر إيه؟ مين ده؟ أنت يا جماعة يا اللي نسيت. أنا كنت هموت وأعرف مش الشخص، عايز أعرف مين اللي يعني هي بتقابل مين هي؟ لطيفة. أتعشم. فين لطيفة؟ لطيفة ارفعي كشاف الموبايل. يا جماعة أنا هنا كأني واقف على الدائري قدام تريلا، ببقى مش شايف، فساعدوني. لطيفة. أهلا. لا لطيفة، فاهمة؟ أهلا. كنت فاكرة إني بتكلم إنجلش وبفهم إنجلش. وبتفهمي إنجلش لحد ما روحتي اسكتلندا. أيوه. ليه؟ إيه اللي حصل؟ هما الاسكتلندي عامة الأكسنت صعبة جدا. أنت رحتي اسكتلندا تعملي إيه يا لطيفة؟ زيارة. بتمشى. رحتي اسكتلندا تتمشي؟ يا سيدي كلها شيب. فيها إيه؟ طب احكي لنا ايه احسن حاجه في اسكتلندا؟ كلها حلوة ما عدا الانجليزي. ما عدا اللغة، بس الأكسنت الاسكتلندي الكوتش صعب خالص. ايه الموضوع؟ مش سامع. لا معلش كلميني انا بالعربي، انا بيكلميني اسكتلندا انا. لا، المشكلة ان انا بطلب ومش عارفة افهمه وهو مش عارف يفهم ليا، وفي الاخير لما عييت معاه. حضرتك منين؟ يعني منين؟ انت منين؟ انا مش تتوقع انا منين؟ ما انا مش أنا شايف. نور كده، هحذرك. نور النور. طب اشوف في الشكل. اهو. يا فندم انت بالنقاب، انا هعرف منين رياكشناتك؟ عشان انا بالنقاب. يعني انت الست الوحيده قالت لي تتوقع انا منين؟ ما هو نفس الرياكشن والله، نفس المعنى. وبعدين انت كنت بتقولي اتوقع منين عشان النقاب؟ طب ما انت من مصر. يعني انا امي يعني بالنقاب عادي. لو انا مش متنقبه هتعرف انا منين؟ مش هتعرف. ما انت حضرتك عامله ميكس. يعني شفتي الاسكتلندي صعب ازاي؟ انت بتكلمني نفس الصعوبه دي في العربي. حضرتك منين؟ من دوله عربيه شقيقه من الخليج العربي. من السعوديه. طب ما تقولي من السعوديه، ما تقولي. منورانا. النور نورك. الله يخليكي. تسلم. احكي لنا بقى ايه احلى حاجه في اسكتلندا؟ احكي لنا يمكن اروح اعمل حفله هناك. لو رحت اسكتلندا روح دنبرا. دنبرا جميله خالص خالص. هي راحت حاجه غير اسكتلندا صح؟ لا، العاصمه ادنبرا. العاصمه. ما انا سامع العاصمه، انتوا بتذاكوا. قولي لي الثانيه. ادي العاصمه. ديمبل. ايه ديمبرا؟ ديمبرا دي عاصمه اسكتلندا؟ ما انا ما اعرفش يا جماعه، انا درست زي انا عارف حشائش السافانا والحاجات دي، ده اخري. اسحب منها المايك وروحوها عشان مادونا. ايه النقله دي؟ مادونا. مادونا. هاو ار يو مادونا. فتحت على اخو صاحبتي الحمام. ايه يا مادونا؟ مادونا. مادونا. اولي. وكان في لحظه ديلي، محدش فينا يتحرك. هو اكيد مش هيتحرك، هو موقفه كان لو اتحرك هيغرق الدنيا. بتقول لي وعمال اقول له سوري، وهو بقى عمال يا ستي سوري خرجي بره، عيب كده يا استاذه مادونا، عيب. إيه يا مادونا تخرجي بقى يا مادونا. مادونا معاها مايك ولا ايديها مش فاضيه؟ مادونا معايا. هي مادونا. طيب كنتوا فين ودخلتي على يعني احكي لنا السيتويشن. كنت في بيتها. كنت في بيتها هي؟ اهي. يعني الراجل كان في بيته. وده بقى ايه؟ انت بتبقى في بيتك ده يعني بتعلق الحاجه على الشماعه، فاهم الدنيا؟ قاعد براحتك بقى. لا مادونا داخله
ترى مادونا يا مسبت يا مادونا. طب وعمل ايه؟ هو فضل واقف. انا عارف هو كان بيعمل ايه. انت عملتي ايه؟ قفلت الباب ومشيت. بس قعدتي شويه. قعدنا اللي هي اللحظه الديلي دي، انا مش يعني انا وانا داخله قلت لهم يا جماعه داخله الحمام، فما حدش فيهم يعني قال لي ان في حد اوريدي في الحمام. يا مادونا بنخبط يا مادونا. ماما هو انت داخله ميضه؟ يا النبي محصوره وراحت داخله على الراجل ده. هم على طول قافلين باب الحمام، على طول. ما ايه؟ على طول قافلين باب الحمام. انتوا بتفتحوه ليه يا مادونا؟ بتهووا الدنيا؟ لا يعني في حد، ما فيش حد، الباب مقفول. ما هيعملوا لك لمبه حمراء. اتنحنحي يقولي دستور اي حاجه. ما انا قلت وانا داخله. انا طب قلت هو كان موقفه ايه؟ بتتقابلوا تاني ولا خلاص بقى على طول عينه في الارض عامل؟ انا اللي شافت عيني في كل الارض. حاجه. ايه؟ انا اللي عيني في الارض بشوفه هاي خلاص. طبعا. ما فيش. متجوز هو؟ مراته كانت قاعده بره. خشي كده. خش شوفي رياكشنه بيه، هيخوني وهو قاعد. مادونا هي زعقت لي ليه؟ اخد المايك بدل ما اخش عليك الحمام، انا مش سهله. بسمله مجدي مش فاكره مواقف محرجه. اوكي يا بسمله. طب انت اول جمله كاتبالي مش ده، انت عامله ايه؟ عامله هوك في اول الفيديو كاتبالي مش فاكره مواقف محرجه. بس عموما انا واختي بالنسبه لنا كده احنا بره، احنا بره ملحوظه، احنا من القاهره عادي. يعني ايه القاهره دي في عاصمه ايه؟ ماشي. مبسوطين اننا اخيرا حضرنا لك حفله خصوصا بعد ما اختنيت وبقيت تخرج بره ميرسي يا بسمله. ايه الحقد ده؟ في ايه يا بسمله؟ فين بسمله؟ بسمله عايزه تقولي حاجه؟ ها؟ ايه بتحبني؟ بسمله المدام قاعده. يا بسمله بيسو. يلا يا واطيه ودواته. فين بيسو؟ فين بيسو؟ هجري عليه وبيسو. فين بيسو؟ بيسو ورا خالص. بيسو اوعى. مره كنت بجري ورا واحد صاحبي في المدرسه، وقعت اتزحلقت وسط الناس كلها في قلب المدرسه. ياه احكي لي يا بيسو. مرة كنت في المدرسة ايوه يا بيسو. حد رامي عليا تقريبا كيس مية أو حاجة مش فاكر. ليه بيسو؟ عادي هزار بقى، كنا في المدرسة ساعتها. في المدارس صح، بنرمي على بعض كاس ميه في اليوم الدراسي. معروفة. تعالى. ايه ده طلعت المستر؟ سوري ماشي. لا بس فبجري هو جري فأنا بجري وراه وبتاع، فرحت متزحلق في المية اللي كانت على الأرض، فكنا وسط تقريبا المدرسة كلها. بس رحت قايم ورحت اللي هو خارج بره المدرسة تقريبا. لا ما انت بقى هقول لك بقى، اما يحصل معاك كده ما تبروس. اوعى وقول ايه رايكم حد يعرف يعملها؟ شفتوا الزحلقه؟ تاكلينج، عملت تاكلينج في الحفره. لا ما كانش فيها الصراحه يعني. كان انت كنت في مدرسه ايه؟ فيكتوريا كوليدج اللي في المعادي. اخواتي. انت الناظر؟ معانا ناس تانية من فيكتوريا كوليدج اللي في المعادي. طب انت سقفت ليه؟ انت حتى انت مش من المدرسه. لا انا مش من المدرسه والله. انا لقيت فيكتوريا قلت يمكن سيكريت او حاجه، فقلت اسقف يمكن انولي من الحب جانب. انت كنت في فيكتوريا؟ انت دفعه كام؟ اتخرجت من المدرسه سنه كام؟ انت ما كنتش في فيكتوريا، انت كنت بتعدي من قدامها. ممكن انت خريج، انت دفعه، يمكن تطلعوا تعرفوا بعض. انت خريج دفعه ايه يا ابني؟ 2020. انت 2020 دي كنت خلفت خلاص صح؟ اصلا فاهم. صوته فيه مقساط ومصاريف وملا ازرق. لا يا عم فيكتوريا اصلا قبل ما تبقى فيكتوريا، يعني هي قبل ما تنتصر، فاهم؟ اعتذر على الإف ده، اصل وحش قوي فيكتوريا انتصار مش معقول. يا الله. ماجي ممدوح. كنت في حمام في غابة في الهند. حمام اوعي تخش عليها في الهند. ماشي.
ولما جيت اخرج لقيت عناكب وابراص كبيره في كل حته حواليا. ايه يعني تشدوا للريحه ولا مش فاهم يعني؟ مع شيء غريب جدا برضه. ومره تانية كنت في سينما وكلنا بنقول افيهات واكتشفنا ان كل اللي حوالينا عرب. دي انا عارف انا القصه دي. اتفضلي. كنا في غابه واحتجت ادخل كنتوا في امبابه ايه؟ في غابه. في بابا؟ غابه. واحتجت ادخل الحمام، فالجايد يعني شاور لي على حمام كده في الغابه. انا مش عارفه يعني، ما جاش في بالي ليه ان اكيد حمام مهجور يعني. المهم ما هي غريبه قوي. انا بصراحه لو في الغابه مش هسال على الحمام. كان لازم هعمل نفسي شمبانزي واديها بس بكل امانه، ولو حد شافني اقول له اوه. اصل موقفي بس متفاهم يعني انك كده اهو، فمش هينفع. البلد اللي ما تعرفش حد فيها اديها. اتفضل. وبعد ما خلصت جيت اخرج بقى، لقيت عناكب كبيره اللي هي بتبقى بشعر دي وبراس كبيره وحاجات كده، فانا مش قادره افتح الباب ومش قادره اتحرك من مكاني. ما طبعا. فابتديت اصوت الحقوني، فدخل الجايد ودخل حد تاني من دخل الجايد فين يا فندم؟ ما هو حمام اللي هو يا دي المصيبه. لا يعني دخلوا من الباب اللي بره الاول، وبعدين وقفوا عمالين يقولوا لي نفتح الباب، فصوتت قلت لهم افتحوا. افتح. لا لسه. يا نهار اسود. عناكب بس هموت قلت لهم انتوا لسه هتسالوا افتحوا. ايوه كنت عايز. هي بدات تسرق. عنكبوت النونو بيلعب في التراب. ايوه بس فقاموا زقين الباب من بره وخرجت اجري. يا ستي ده حكينا معاكي. طب وعدت يعني خلاص ولا اتقرصتي ولا ايه؟ لا الحمد لله عدت. بس طب الحمد لله. لا كان موقف مرعب ومحرج. والموقف التاني دي حاجه كومن قوي، ان احنا لما بنسافر طبعا انتوا عارفين عشان خبرتي وكده في السفر بتقعد كتير قوي، بتبقى فاهم بعيدا عننا انا عشان كل اللي قابلتهم مصريين وعرب عادي، بس يعني في العادي بتبقى انت متوقع ان انت لو قلت هزاره في النص قلت حاجه بتاع ما حدش هيبقى فاهمها، لحد ما بتيجي مطار القاهره تقف بقى قدام الضابط تقول ده هزار يقول لك ايه هو احنا رجعنا فاهم. كنا في السينما وكنا حوالي 12 بني ادم في بلد ايه؟ في الهند برضه. انت رحتي الهند خربتيها. وكنا حوالي 12 بني ادم والفيلم كان انا اسف معلش. رحتي الهند دخلتي سينما؟ ما هو برضو انا ده انا قعدت شهر ونص هناك، فعملنا كل حاجه هناك يعني. ماشي. طب والافلام كانت ايه؟ لا هو كان فيلم انجلش عادي، بس كان سبتايتل رومانسي دراما. لا مفيش سبتايتلز، فكانت معانا بنت ألسون كانت بتترجم، فالترجمه على ما توصل لاخر حد. انتوا مثال سيء لاي حد يخش معاكم سينما. قاتل كاتونجا انه يقول لها انها تحبه مادونا. هي الترجمه على ما كانت بتوصل لاخر حد فينا كانت بتوصل بافيهات بقى، فكلنا هي واقفه بقى بتترجم لكم، بتعمل لكم دوبلاج. ماذا تقول؟ لا هو. طب هي الفيلم كان بالانجلش؟ ايوه كان بالانجلش. طب وانتوا وصاحبكم بتترجم لكم ليه؟ ما انتوا مسافرين الهند معاكم ايه؟ لا فاهمين بس كان واخواتها، ما ده انا مستلمين دول. ايوه ما هي مش بتترجم الفيلم كله، بس اللي هو يعني لو قالت جمله ما فهمناهاش بتترجمها، فكان كل حد يزود افيه على الجمله على ما يوصلها للي جنبه، على ما توصل للممثل يقولها بقى هو في الفيلم ان شاء الله. فكنا قاعدين فاطسين يعني من الضحك طول الفيلم، وهو اصلا دراما والبطله هتموت في الاخر وبتاع. ولما خرجنا بقول لحد كان يو تيك اس فوتو وكده، لقيته بيقول لنا عادي احنا كلنا عرب جوه. يا دي الفضيحه. رحت انت عامله نفسك هنديه في ساعتها. تعالى اوريك العنكبوت تعالى. هو الورق ده بيجي منين يا جماعه؟ انا مش فاهم. دي بسمله وقعت مني، مؤاخذه يا بسمله. ميرو. كنت مسافره قبرص مع اصحابي واحنا بنحط الاكل وواقفين في اللاين. اشمعنى اللاين كتبتها بالانجلش يعني؟ واحده فيهم قالت لي ميرو الحقي، وشاورت لي على اللي بيحط لنا الاكل ده بمنتهى الثقه باعلى صوت عندي. قمت قايله موز. ايه الحلاوه دي؟ وكلنا ضحكنا. لما جه دور يحط لي اكل بيقول لي صحتين وهنا، دول بناته ساعتين وهنا. وحصل صمت كده. قلت له الاستاذ منين؟ هيبقى منين؟ قال لك صحتين وهنا، ده ناقص يخش عليك بتبوله يتكعبل. ماشي. لا طلع من فلسطين. من فلسطين؟ احسن ناس والله العظيم احسن ناس فعلا. اتفضلي يا فندم. والله يعني الموقف كان صعب جدا. انت جايه النهارده مع مين؟ انا جايه مع واحد صاحبي. قالت موز يا اسطى على الراجل اللي فاهم الدنيا. لو بتفكر في حاجه روح.
طب وانت ليه عملتي كده؟ ما هو برضه غريب قوي ان انت قلت موس، يعني هو حتى لو لا يعني لو اجنبي هيحس ان في حاجه غريبه. يعني انا لو معدي في حته وحد قال هو هفهم ان في حاجه مش منطقيه. يعني فاهم؟ طلعت بتلقائيه كده انت رحتي مديها له ومديها له ختم المزازه بس كده. يلا جوزوه. هي صاحبتي كانت في اول اللاين وانا كنت في اخر اللاين، فعلى ما وصلت له فبيحط لي الاكل لقيته بيقول لي صحتين وهنا. انا سكت كده. تعملي نفسك ضريره، فاهمه؟ يعني الموضوع كان صعب. فقلت له صحتين بقى، مش صحتين انا هعد وراه. لا يا اخي قلت له ينزل الحاجه ويمشي. هو انت منين؟ قال لي من فلسطين. قلت له والله احسن ناس. طبعا رحت واخداها قلبتيها على القضيه، ربنا ينصركم وبتاع. امشي بقى امشي بقى. بس وخدت نفسي في الكورنر، قعدت اكل على جنب كده. جالك يعني نفسي تاكلي؟ لا بصراحه اكلت عادي، مفيش اي مشكله. تحرق مز ولا زفت؟ انا عايز اكل. عبد الله احمد، كنت مع خالي في القهوه واحنا بنحاسب، كنت لابس تيشيرت اوفر سايز، فحب يهزر معايا قال لي مفيش حاجه اوسع من كده. قلت له لا مفيش، وقلت له كنوع من انواع الهزار اني باخد حقي. قلت له ما انت كمان لو اتزحلقت في الحمام هتقع على دماغك. عشان هو اقرع يعني؟ عشان هو اقرا. كملها طيب كملها. هيقع على دماغه يتزحلق تاني. انا كبرت قوي وانا يلا كمل من هنا عشان بتكسف. اتفضل ورينا القصه بقى. اقرا بس لسه في الاول. جاي ايه ده؟ انت في مساحه خضراء. أيوة. قول. وبعد كده ببص على خالي لقيته هو كمان اقرع. اللي مين؟ خالي. انت لسه شايفه كنتوا بتهيموا من بعض او حاجه؟ انا بقى عايز اخد حقي هو انت مين اللي قال لك في الاول كده؟ القهوجي اللي بيحاسبني. الراجل القهوجي قال لك مفيش حاجه اوسع من كده. ماشي، هو بيتريق على التيشيرت. فانت رحت هو القهوجي اقرع. فرحت قلت له انت لو اتزحلقت هتقع على دماغك، لقيت خالك مرايه. بالظبط. وبعدين لطشك قفا او حاجه؟ خدي بقى معلم من ساعتها. انتوا عارفين انا مره زمان كنت لابس وانا في مدرسه كنت عندي درس يعني، فكنت لابس كاب كده، فالمدرس قال لي ايه ده حلو الكاب ده قوي. قلت له شكرا يا مستر وبتاع. قال لي ما جبتش منه. قال لي ما فيش منه رجالي. قلت له انت عاوز الرجالي في ايه؟ اول حاجه جت في دماغي ورحت قايم مسلم عليه ورجعت اعدادي. قلت له حبيبي هستناك هناك. هي الورق بيجي منين؟ ما انا ده شيء غريب جدا. مفيش قفه يا جماعه نحط فيها الورق ده؟ عمر كنت في جيم من الجيمات. ده قلناه. معلش نضيع وقت. حبيبي لم دول بقى، فاهم؟ خصوصا الراجل بتاع الجيم ده ادوها له ومشوه. ماشي حبيبي. مارك، اتحسدت. كنت في مطار الصين مع واحد قاعد يشتم الناس اللي قدامنا بالعربي طلعوا مصريين. احسن. ازيك يا عمر؟ فين مارك؟ انت فين يا مارك؟ استنى انور لك اهو. اهلا مارك. ازيك؟ ازيك انت؟ حلو. كنت بتعمل ايه في الصين؟ كنا بنجيب شاشات ليد. وعبد العزيز اثر معاكم في ايه يا مارك؟ لا انا بدل الكات اللي يبوظ اسافر معروف. يعني انت مستورد يعني؟ لا كان بروجكت كده، كنا انا معماري، فكان بروجكت بنعمله وكان محتاج شاشات ليد، فروحنا نجيبها من الصين. ما سمعتش حاجه. انا مهندس معماري. انت مهندس ايه المبرر ده يا مارك؟ ما انا بشرح مهندس معماري رحت جبت لا الشاشات بقى من الصين بحيث تبقى صيني يعني. فكان البروجكت محتاج شاشه ليد كبيره. فكانت هتبقى ارخص من الصين. فرحت انت معاهم. خدوني انا بعرف انا ليه في الشاشات قوي. معماري انت. طب وبعدين الناس عملوا لكم ايه لما عملتوا كده؟
كان معايا واحد اللي هو صاحب المشروع يعني، فهو ماشي جنبي وعمال يتكلم، يا الجماعه اللي قدامنا دول باينهم مش هيخلصوا، مش هنوصل صح. طلعوا مصريين، واحده ست كبيره بقى منهم، اتفضل يا حبيبي لو عايز تعدي. الارض اتشقت وبلعتكم. خدي يا حاجه الشاشه ده كسبتيه معانا، احنا برنامج جمال الشاعر. اتفضلي يا حاجه. لا في ناس بره وانت بتحاول تجمع الكلام عشان تقول لهم حاجه، فهو بيفضل سايبك شويه وانت بتحاول تجيب ايه الام والايز والار اللي معاك على شويه اي ان جي، يعني بتحاول تجمع جمله كده ويسيبك وشايفك بتستراجل عمال تقول اند يو نو ذا ووتر هوت اي ام كولد كده، يقول لك احكي عربي. طب ما يا اسطى ما انت سايبني انا عمال اعمل لك بلعب افلام معاك، ما تقول لي من الاول. ورقه بيستاشيو فاضيه. انا غلطان، لا ورقه بيستاشيو لو طلعت فاضيه لا. مراتي في شهر العسل في بالي صممت تنزل تحت الشلال وخلتني انا والتور جايد نجري ورا الشبشب بتاعها في الميه. مساء الخير يا فندم، انت عملت واجب معاه وديتها بالي راحت ضربه شبشب وقالت ايه الكلام على قرود ولا ايه؟ انا رايح الشلال نتصور بس. ماشي، انت هدفك من الشلال التصوير. هي قالت اهدى ميه بركه، هي شافت الميه من هنا نطت قالت لا انا هنزل تحت الميه دي، ميه عاليه وتحت شلال. ما هو انت بالظبط. لا ما انا سافرت بره بقول لك تحت الميه بقى في مجرة ميه ماشيه، يعني هي لو اتزحلقت مش هنجيبها تاني. خلاص بقى تبقى خلاص تخش على اللي بعدها. يبقى ربنا بيبعت لك رسايل اتشفطت. قعدت اتحايل عليها الا والله مصممه، انا مصممه. انت بتتحايل عليها تنزل، عايز تخلص عليها. انزلي بس، ده الميه هنا دي سلاحه علاجيه. انزلي بس وربنا معاكي. صحيح تنزل. فنزلت فعلا. الشبشب هي بتعدي كده للشلال، الشبشب بتاعك جري مع الميه، بقيت انا اجري والراجل بيجري في ده الميه. بالجهاز ده في القايمه هاته. وهي واقفه بتضحك. اديها المايك. نزلت الشلال، اسمك ايه الاول؟ شيماء. شيماء، نزلت الشلال ليه يا شيماء؟ والله يعني عمرك شفتي حد بينزل الشلال؟ حتى الجمله مش لايقه، يعني في الشلال هنزله اعمل ايه؟ مش عارفه، انا كنت حابه اقف تحت الشلال كده. انت قلتي تحللي القرش اللي مدفوع وربنا لا استحمى هنا. مادام ميه مش طاهره اخش. طب ولقيتوا الشبشب ولا روحتي حافيه على جسر من لقينا الشبشب بس وانا راجعه وقع تاني وبرده جرى ورا. ده شهر الزفت، ده مش شهر العسل ده اصلا. ده رايح هناك شغال بتلم شباشب. يا باشا انا قعدت اعتذر للراجل واديله فلوس عشان نروح لو الشبشب راح. طب ما كنت تجيب لها شبشب بداله، ما انت برضه غريب قوي ان الشبشب وقع. احنا في غايبه مفيش شباشب. انت مسافره بواحد ترجعي بيه، معلش. لا ما هو ما كانش هينفع امشي، يعني اطلع من عند الشلال اطلع حافي. ليه؟ عشان الشياكه وكده؟ عشان اصل انت فاهمه انت نزلتي الشلال فكان عادي. هتقرص في رجلي. هتتقرصي في ايه؟ من ايه؟ من عناكب وكده؟ احنا في غابه. وهو الشبشب اللي هيحميك يعني؟ ده عنكبوت ايه معاق ماشي عنده 3 رجول مكسوره ماشي حياه النبي، لو تقطعها لاقرمها. بس انا عايزه اضيف حاجه بقى، يعني احنا كملنا 5 شهور كنا هنموت بعض فاتطلقنا بعد ايه ده ايه اللي حصل؟ هم اتطلقوا ليه فجأة؟ انت جاي النهارده ترجع لها الشبشب؟ والله ما باقي معايا الا الشبشب، خدي. لا احنا ما نفعناش في الجواز فقلنا نجرب الصداقه بقى نشوف ولا لا. فهو قاعد جنبي. يعني انتوا دلوقتي مش متجوزين؟ لا احنا متطلقين. يا عمر انا بقى اكلم زايد كلها عشان ترجع يا عمر، بقى لي 3 اسابيع بتحايل عليها. انت عاوز ترجعها؟ يا باشا ماليش غيرها في الدنيا. ايه؟ ماليش غيرها في الدنيا. معانا مأذون؟ حد يتطوع؟ طب انت ناويه ولا فاكس جايه تاخدي منه؟ حايلوا عليها يا جماعه بجد. ارجعي يا شيماء يا مجرمه.
والله افكر مش عارفه. محتاجه تفكري ايه؟ محتاجه افكر. مادونا اقتليها يا طب يعني ربنا يوفق الروس في الحلال، وده يا موقف رب حلو يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ طب انا رايي ان طب انت لو الناس اقنعتك ترجعي له؟ لا ده انت بقى من جوه مش حلوه بقى يا شيماء. خد يا واد انت هجوزك، تعالى اجيب لك ست ستها. هفكر برضو. انتوا جايين مع مين تاني؟ لا احنا بس. الله ايه يا شو. طب وايه يا شيماء؟ وايه يا شيماء؟ انا متعوده انا وطليقي نخرج كل جمعه، ياكلني ويجري ورا الشباشب وبتاع. لا لا لا، طب الراجل شكله كويس، خليكي كويس، ده جري ورا الشبشب، عاوز ايه تاني؟ شيماء خلاص طيب ماشي، هعيد النظر في الموضوع عشان خاطرك. سقفوا لها عشان شيماء. انا لو منك مش هرجع، اسمع مني. عندها خلل، اسمع مني يا ابني. من لا لا ان شاء الله تجيبوا لنا اطفال كتير تجري ورا الشباشب ان شاء الله. موقف عام سوري، موقف محرج في حمام عام في برشلونة. لما جالي تليفون جوه الحمام رديت ونسيت انك ماسك البنطلون. فين؟ ايمن 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 ايمن. ايوه هو قال ايمن؟ هو ايه ايمن؟ ايوه يا ايمن. ايوه ايه اللي حصل يا ايمن؟ كنت في برشلونه وبعدين دخلت الحمام عادي. انت كنت بتعمل ايه في برشلونه؟ شغل ولا سياحه؟ بتمشى. وايه الجمهور اللي عنده قرح فراش ده؟ الحفلات هنا برضو الناس غنيه جدا، فاهم قصدي؟ يعني بيروحوا يتمشوا في برشلونه. فبعدين يعني وانا داخل في الحته الخارجيه جالي تليفون من مصر وقطع. الكلام ملوش معنى يا ابني. داخل في الحته الخارجيه اسمها خارج في الحته الداخليه. اتفضل. فالتليفون من مصر وقطع، فطبعا وقفت مستني يتكلموا تاني، مش هتكلم من رومينج. تمام. ما انت عارف ان في الحالتين انت اللي بتدفع. ماشي، بس دي غير دي. فواحد دخل جوه وبعدين طلع لاني لسه واقف، فقام جالي كده وقف جنبي وقال لي You are so beautiful. قلت له لا انا مصري. طب انت جاي مع مين النهارده؟ مراتي وبناتي. طب الحمد لله. الحمد لله. طمنت؟ لا ما تقلقش. انا مش قلقان يا بيه. يعني انت فضلت واقف؟ انت اوحيت له ان انت هو دخل الحمام وانت واقف بقى؟ يا ربي التليفون يرن ترن ترن ترن. الراجل ايوه جيني في الكلاسيكو. ايوه عدت. لا طلعت جري بقى. مش هطول بقى في المكان. انا مره هنا في مصر ودخلت حمام من الرجاله، طلعت لقيت واحده بتظبط ميك اب، ففضلت انا وهي واقفين، انا عامل كده عشان لو في كاميرات تبقوا فاهمين ان انا ما كانش قصدي. وبعد كده قال لي دونت وري اي ام جاي، راح مديها لي كده، فالدنيا مش احسن. احنا جبنا بوكس، اعمل ايه تاني؟ ميوية. مرة كنت راكبة أوبر ومروحة من مكان بعيد فبعت لمامتي اللوكيشن عشان لو حصل لي حاجة الطريق فين ميوية؟ عشان ميوية كسرت الكلام. اذهب إلى السجن حالا. ميوية. ايوه هي فين؟ ما ايه ده؟ انا اهو. مين اللي دايس على راسك؟ انت احكي لنا يا ميوية. هو اولا انا كاتبه ميوية عشان انا هربانه من المدير بتاعي واخده اجازه سك. واخده اجازه مرضي. بافلي بتقول لك هربانه، انت بتصور ايه؟ هربانه يا دين امي، هبتزها. مش عايزاه يعرف بعد اذنك. ما تقلقيش هننزل صوره مش فيديو. قالت يا نهارتين. بس هو جنسي فممكن يشوفك، فلا بليز. مديرك جنسي؟ احنا عجزنا قوي. طب وانت جنسي برضو؟ ده انتوا سنكوا طين بقى. ده انتوا لما المدير بتعمل حاجه غلط بيتقمص منك؟ هو بيتقمص فعلا.
بس هو اسمه لا بلاش ما ينفعش. لا قولي اسمه. لا لا ما تقولي. انا ميويه وهو ايمونه فاحنا كلنا مع بعضين. اسمه قديم قوي 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 يعني زي اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ برهان الدين يعني حاجه زي اسمه ايه؟ زي برهان الدين. ما انا مش هقدر اقول الاسم. لا ما تقولي عادي. هو زي لا مش فهو لو عرفها. في واحده صاحبتها قاعده ما اسكتي بقى اسكتي، كانت شوره سودا لما جيت معاكي الحفله. طب قولي يا ميويه، ايه اللي حصل يا ميويه؟ بص انا كل مشاكلي مع اوبر عامه، فانا في مره كنت مروحه على طريق صحراوي كده. انت ساكنه فين؟ انا ساكنه في مدينه نصر. قشطه، مديرها عرفت؟ وجايه من زايد. حلو. فماما الشغل في زايد. تمام. لا بجد ميويه مخها بسيط خالص. لا 3 دقايق وهتقول لنا والبيرول بتاعي على بنك كذا. بس انا اسمي مش معروف، مش هيتعرف ان شاء الله. يعني انت ما اسمكيش ميويه اصلا؟ لا ما اسميش ميويه اكيد. اسمك مي؟ لا غلط. طب اسمك بقى بحرف ايه؟ لا مش قولي لي وانا هجس. لا مش هقول، انا عارفه الحركات دي، مش هقول. يا واد انت يا حويط. فبس فانا مروحه وبعت لها لوكيشن عشان ايه تطمن بقى وما تبقاش قلقانه وكده. حلو. فالراجل وقف في حته هو بنزينه، بس هي مش باينه ان هي بنزينه. ازاي؟ هي باينه ان كان هي في حفره بتطلع بترول؟ لا يعني هي ماما عند اللوكيشن هي شايفه ان هي دوريه ومكان فاضي كانها صحراء. فهي افتكرت ان هو بقى وقف ويعمل لي حاجه ومش عارف ايه وبتاع. فاتصلت بيا، فانا لسه انا حاطه السماعات فلسه هرد وكده وبتاع، فالسماعات فصلت. قالت لي امك هنا يا مسبتي. البت راحت في الدايره يا مسبتي. فالسماعات فصلت، فراحت ماما تقول لي الحمار ده واقف ليه؟ المره دي قصده وانا شاهد معاك. فالراجل يعني هو قاعد فبص لي كده وبرد عليها بقول لها خلاص يا ماما تمام. فقالت لي يعني انت كويسه؟ قالت لي ايوه الحمار ده برضه واقف ليه؟ هي برضه ست برضه متسرعه قوي. الحمار البجم ده. يا ست احترمي نفسك بقى. قلت لها يا ماما خلاص انا في طريق ما تقلقيش. فالراجل قال لي انا قلت لك ان انا هقف احط بنزين. فقلت له ايوه لا هي ماما ما كانتش معانا، هي ماما اصلها بتشك قوي. فقلت له لا تمام يعني براحتك. فهي بقى كل شويه قاعده بتبعت يعني انت كويسه يعني انت كويسه وبتتصل وعماله تبعت فويس نوت. الحمار اخبار الحمار كلب. بس فانا انت بتشتغلي ايه؟ لا مش هقول. انا عندي موقف تاني مع اوبر برضو لو عايز يعني. عندي موقف تاني مع بتاع اوبر برضو. كل مشاكلي مع بتاع اوبر يعني لو عايز. هو ايه مش هي خلصت؟ هو في ايه اللي حصل؟ لا بس دي حاجه قريبه. انت يا ست انت انت كل ما تتكلم الموقف ده. انت قلتي حاجه وانا بحط الورقه. ايوه في عندي موقف تاني عايزه، لو مش عايزه خلاص يعني. هاتي. بس شرط تقولي لي بتشتغلي ايه؟ في مجال ايه؟ سياحه. كذب. والله. شركه ايه؟ مش هقول. بتشتغل في السياحه وبيدلعها ميويه ومامتها بتخاف عليها وبتقول لي سوقيني حمار. في الشيخ زايد وشغلها في مدينه نصر. لا انا من مدينه نصر العكس. انت بتصححي لي. لا بحيث لو انا اكذب اخدع لا. ايوه. ايه الموقف التاني؟ انا مره كنت بطلب اوبر برضه، فهو قاعد كل شويه يقول لي ايه انا في الطريق اليك انا في الطريق اليك انا في الطريق اليك، فانا عايزه اسكته. ليه؟ ما هو بيبعت كتير قوي خلاص. ما تعملي ميوت. ايه المرار الطافح ده؟ ما هو قاعد بيعمل لي علامه استفهام، فانا خلاص يعني انا عارفه ان انت في الطريق اليا خلاص يعني خد وقتك. طب ردي عليه اعملي له كده. فانا بكتب له اوكي، بس انا عامله شورت كات ان الاوكي تبقى اشطاط يا حبيبي. فهو راح انا كنت عايزه الغي الرحله، وبعدين لقيت عليا بينالتي يعني 70 جنيه، فقلت لا خلاص هركبها بقى ويعني عادي يا حبيبي. فقلت خلاص هركب وهو ان شاء الله مش هيبقى واخد باله ويبقى راجل كبير وبتاع. فهو اول ما ركبت معاه قال لي
ايوه قولي. بتفتحي لقيتيه لابس روب. كملي. فهو قال لي هو انت اللي بعت قشطات يا حبيبي؟ قلت له ايوه. فبقول له معلش والله بالغلط ومش عارف ايه. قال لي وقعد كل شويه يبص لي في المرايه يقول لي طب يعني انت تمام؟ طب بقول له سوري والله بالغلط. قال لي هو ايه الغلط، قشطات ولا يا حبيبي؟ ويعمل لي كده بيغمز لي ميويا. هو الولد كان برسم احلامه معاكي وانت عماله لا مدينه نصر الزايد، لا قشطات تمام، حبيبي اللي فيها مشكله. بس خلاص دي مشاكلي كلها مع اوبر. لا ما حدش افلح. انا هروح ادعي على مي هنا. يا رب. لا مش معي. استني بقى. خدوا منها ماسكه على تايسون. اقتلها. بوظت الافيه. بوظت الافيه. بوظت الافيه. يمهل ولا يهمل يا ميوي. ان شاء الله هنعرف انت بتشتغل ايه. ده مين هي اتقطعت يا اخي. مين اللي عامل مركبه ده؟ انت رخم رخامه ايا كان انت مين. انا مش شايف انت ولد ولا بنت هعرف. اولا لا بس خلاص قالت لي تمام. شكرا يا عمر، انت العرض المحترم الممتع، ربنا يرضى عنك ويرضيك. ثانيا جوه مصر كنت فاكره ان التخييم خطر عشان بسافر انا وابني لوحدنا. لقيت ان فين هي. مساء الخير. مساء الفل. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضلي حضرتك اتفضلي. لا براحتك. بص اولا انت بجد احسن ستاند اب كوميدي وانتر اكتف شو شفته الله في حياتي. يخليكي الله يخليكي الله يخليكي. اشكرك اشكرك انت اشكرك. الشو عندك ربنا محترم يخليك. وممتع وبيضحك وربنا الله يكرمك. يخليكي ده الله اول يخليك. حاجه. وجيت انا ومامتي وابني. دمعتي قريبه. الله يخليك. وبنتفرج عليك تقريبا كل يوم انا وابني وماما معانا النهارده. اهلا طنط. اهلا طنط. اوكي. الموقف سيبك بقى من المشاعر دي. بتروحوا تخييم انت وابنك فين لوحده؟ في ايه الموضوع؟ ماشي. هو ابني دلوقتي راجل كبير اهو ماشي، بس هو يعني كنت بروح من وهو عنده سنتين تقريبا. بتاخديه يعني. خيم؟ بنروح كل حته، بنسافر في كل حته. ماشي. فكنت فاكره بقى ان التخييم ده بقى حاجه خطر كده بقى، واللي هو ما فيش اي حاجه خالص. يعني ما كنتش عارفه بقى ان في مكان زي وادي حيتان مثلا فيه بوليس وفي حمامات. في ايه يا فندم؟ وادي حيتان فيه بوليس؟ اوكي. في هناك امن وفي حمامات وفي كل حاجه. اي. فانا كنت فاكره ان التخييم يعني جهل يعني انت كنت فاهمه ان التخييم عناكب وكده، فاهمه؟ صحراء بقى وتعابين والدوشه دي. ما كنتش عارفه ان في اماكن زي محميه وادي حيتان والحتت دي بوليس والدنيا جميله جدا. رحنا هناك لقينا الدنيا منتهى الامان ومحترمه وفي بوليس وخلاص عرفنا. انا اسف. وات افتر ذات. بس خلاص. وابني كان زي الفل. بس انا كنت رايحه اكتب خطاب الى صديقك جون تخبره فيه عن رحله التخييم التي فعلتها بالصيف الماضي. دير جون، camping no doubt that it is very good. بوليس 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 واللي جاي يعدي رابع ورا. طب اديله هو المايك. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا عمرو؟ ازيك انت؟ انا كله تمام. انت زمان كنت نفسك تطلع ضابط بوليس ولا؟ لا بالعكس. لا هي بص كان الحاجه بس ان هي ايه، كانت خايفه ان هو بيبقى فيه تعابين او كده عناكب حاجات كده، لكن لا ما كانش فيه الحاجات دي بتبقى المنظر. لا هو بيبقى فيه، بس الاماكن دي اظن بتستقبل السياح كويس. لا صدقني ما بيبقاش فيه. بس انتوا عارفين وانا في البحرين حد ورقه سحبتها من الناس، الورقه اللي سحبتهم يعني، فست بتقول ان زوجها بيخاف قوي ومش عارف ايه، فقلت لها ايه ده؟ طب بيخاف من ايه وبتاع؟ قالت لي باخده في غابه في افريقيا عشان نصطاد مش عارف ايه، فطلع له اسد فخاف قوي، وانا كنت بجري ورا الاسد والاسد عمال يقول في ايه؟ في ايه علاء النعمه في ايه؟ فهناك برضو في بوليس بس في لاينز وحاجات كده. المشكله ان انا بنسى الاسامي يعني. انا اي مشكله ان ايه؟ انا عامه انا بتدرب تنس وكده تمام.
بتتدرب ايه يا اسطى؟ تنس 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 تنس؟ ما ده مش هينفع هناك مع التعابين، هتقعد تقول لهم بالظبط. بس انا عارف واحد صاحبي بقاله 3 سنين انا ناسي اسمه. انا بسلم عليه انا ناسي. في حاجه حصلت في النص، نسي حاجه. انا بلعب تنس وواحد صاحبي مش فاكر اسمه، انا بدا عندي اعراض شيخوخه، انا مش عارف انا مين دي ماما، طب اللي جنبها دي تيتا ولا انتوا مين ولا انت في سنه كام يا برنس؟ انا اولى اعدادي. اولى ثانوي. قال انا بدري؟ اولى ثانوي اولى ثانوي. اولى ثانوي؟ قال في جريد حاجه، في جريد كام؟ 10. 10؟ لا صدقني عادي اولى ثانوي عادي. انتوا عاوزين ايه كاسره؟ لا تمام عادي. يا رب يطلع لكم تعبان، ايه رأيك؟ شفت بقى وصلت منورينا والله يا جماعه، ميرسي جدا جدا جدا. ناخد واحده طنبوله. اكاد من قول ايه ده؟ سيب عليا النعمه هفرمك، ما تطلعش هنا، ما تصورنيش يا عم. شيماء، كنت مع جوزي في اندونيسيا. شلال، هي نفس الإنسانة؟ يخرب بالي. شفت لفيته ورجعت. انت نفس الإنسان صح؟ انا نفس الانسان. هي بقى كاتبة ايه؟ بص هو بيقول ان هو جري ورا شيماء، ده انا افتكرتك. بص بقى، كنت مع جوزي في اندونيسيا، خلصنا يومنا ورحنا ناخد العربيه من الباركينج، لقينا راجل قالع هدومه من فوق، الحمد لله يا شيخه، وداخل علينا عند العربيه وشكله مرعب جدا. جوزي كان بيفكر هنهرب ازاي، وانا كان كل هم اعرف هو قالع من فوق ولا من تحت. يا عم ما ترجع لهاش، ما ترجع لهاش، ربنا عمال يبعت لك رسايل وهي تصرفاتها غير سويه. لا معلش، عشان لو قالع اغير له، معلش. انا ليه يا شيماء كنت مهتمه ليه عاوزه الراجل؟ ليه؟ الفضول، عندك فضول يعني؟ عندي فضول. الراجل كان شكله غريب جدا واحنا قاعدين في العربيه خايفين وشايفين ما تمشوا، هو على رجله وقالع، يعني موقفه ضعيف. لا ما انا كنت عايز اعرف بقى هو قالع من فوق بس ولا من فوق من تحت كمان، يعني هو مجنون ليه؟ يعني. ما هو ده برضو المهم هو طلع السايس، طلع السايس؟ عايز الفلوس بتاعت الباركينج بس. معاه نفسه يكمل، هو كان العربيه اللي قبلكم كان قالع من تحت، رضوه ستر نفسه نكمل الموضوع. جه خبط لنا ده في برضه الهاني مون؟ الهاني مون هو نفس انتوا خربتوها في رحتوا عملتوا كل حاجه في الهاني مون ورجعتوا انت طيام. راح مديكي واحده هنا. بس هو اللي حكاه كان في بالي، لكن اللي انا بحكيه كان في جاكرتا، ففي ايه والله العظيم لازم ترجعي له، ده راجل بيسفرك بيلففك العالم. شيماء النهارده يا شيماء، تعرف مين اللي ناظر لي في الحفله؟ في الطياره لبست كروكس، الراجل اللي قاعد جنبي وانا قايمه اروح الحمام، بيتك لو طلعتي شيماء يبقى مرار طافح. هو في نفس الحته. انت شيماء؟ طيب طب ما تشوف الاستاذه ورا. ماشي، كنت في الطياره ولبستي كروكس بتاع الراجل اللي جنبك، افتكرتيه الحمام اللي في الطياره، الشبشب اللي في الطياره. انا بقوم بلحق اتمطى. هو كانت يعني طيارة طويلة كنت قاعدة بعيد من عيلتي. طيارة طويلة؟ مدة السفر طويلة يعني؟ بس غريبة أوي طيارة طويلة دي. ماشي. أنا كنت قاعدة ماشي. كنت قاعدة بعيد من عيلتي ممكن تعلي صوتك وتوضحي صوتك وتقولي لنا كنت مسافرة فين؟ كنت مسافرة أمريكا. حلو، فانت مسافره امريكا، الطياره فتره طويله وانت عاوزه تقومي تخشي الحمام وقلع الجزمه زي ما كنا بنعمل في الطياره، لقيتي الكروكس ورحتي لابساه. انا كان ضلمه فانا كنت فاكراه شوزي، قمت رحت الحمام. ما حسيتيش بفرق في الملمس في الحجم في اي حاجه؟ لا. عايشتي حياتك في بقيه الرحله فطوطه لابسه البتاع وماشيه؟ لا اصلا انا كنت نايمه على نفسي، اصلا كنت نفسي بس اروح، قمت وانا جوه قمت لقيت طب اصحي مكلميني في ايه؟ انا كنت نايمه على وصلنا ولا دي الحفله ولا احنا هنسافر ايه؟
قمت بصيت لقيت نفسي لابسه كروكس، قمت رجعت تاني جريت قلعت كروكس، قمت عملت نفسي نايمه. هو الراجل ما كانش هيشك فيكي لان شكلك نايمه، ما برضو اللي عملتيه ده اغرب بقى. واحده لابسه كروكس كبير عليها بتجري في الطياره راح تفجر الديل. انتوا الناس اللي بتسافر بره بتقلعوا الجزمه في الطياره؟ وانا كمان. طب وبعدين الحفله بتضيع مني، لازم شيماء ترجع لجوزها. لميس في اسبانيا. كنت حامل ومش قادر امشي في السوق، اتسرقت شنطتي وما قدرتش اجري ورا الحرامي، وهو لما اكتشف وقف وجري ومشي يضحك عليا. ايه بالونه؟ انت اللي ورا خالص؟ انا هنا، انا اهو هنا. خلاص يا تايسون هتمد ايدك عليا عشان مش شايف. هاي، كنت في اسبانيا وحامل. ايوه. طب ليه سافرتي اسبانيا وانت حامل؟ شغل. طيب ماشي. المهم ان انا كنت ماشيه بشوبينج باج، يعني معايا شنط كتير، وبعدين الحرامي جه جنبي خد الشنطه وجري، وهو بيجري قوي بقى عشان وانت بقى سوقتي عليه الناس. قال يعني هحصله، قال يعني هحصله وانا مش قادره اجري. وبعدين بعد ما مشي كتير قوي كده بيبص وراه لقاني قاعده مش عارفه اجري خالص، ففضل واقف. دي فرحانه اللي انت كنت سارقه فلوس حرام، هي فرحانه ليه كده؟ والله. لا ده كان كل تحويشه عمر جوزي انا خلاص. طب ورجع لك الحاجه؟ لا. ان شاء الله ربنا ينتقم منه ان شاء الله. طب ورجعتي ازاي؟ الشنطه كان فيها باسبور وكده ولا اتحلت؟ اتحلت بقى هناك وطلعنا من السفاره ورحلوني وحاجات كتير قوي. مش حاسه دي جزء كان المفروض تحكيه لنا؟ لا كده كفايه. رجعتي مترحله من الكلبشه على انا حامل ومش هولد بقول لكم. ناخد ورقه اخيره. يا لهوي كانت هتتكسر. طب والحفله اللي جايه ناخد ورقه لونها ايه يا جماعه؟ اخضر. انا رخم اتقطعت. حلوه القفله. فين منار سعد؟ منار بتقول انها بتنطق حرف اله عين. ازيك يا عمر؟ طب ما انت بتنطقي اله عين، يعني العين شغاله. هاي عاي. لا بجد انت ده غريبه اول مره اشوفها. يعني بنطق اروح اجي اكل. علبس كلسون ومش هحل. عشان بوظ. وجوزي لما اكتشف الموضوع ده قال لو كنت اكتشفته قبل ما اتجوزك كنت ما اتجوزتكيش. طب هو اسمه ايه؟ عادي؟ لا عبد الرحمن. تمشيلي اليوم كله يا محمد. طب طب انت يعني انت بتقولي الكلام كده ولا؟ يعني اي هيه عين؟ يعني بتحصل لي مش متخطط، يعني انا مثلا خارجه معاه بقول له ده احنا هنروح المكان الفلاني عشان انا فجاه بيتخيلك لابسه عبايه سمراء. هنروحوا السيما يا بيه. بس العكس، هو هنروحوا السيما يا اسطى يقول لك لا ارجوكي. ايوه بالظبط. طب قولي لنا اكتر حاجه محرجه حصلت لك بسبب ده. لا انا بقولها كده فاللي قدامي بياخد باله بعد ما انا بقولها، فانا باخد بالي. انت عارفه انك بتتكلمي سلو موشن كمان؟ يعني انت بتتكلمي بالراحه بتقول يعني انا بروح اقول له عشان على حرام. بالظبط. احنا جايين لك من التجمع على فكره، فيا ريت تعمل حفلات في التجمع كتير. حاضر يا فندم انا اسف. نعم. ايه؟
حاضر والله هاجي اسكندريه. طيب جماعه احنا خلصنا، اتبسطتوا؟ اتبسطتوا ولا ايه؟ اتبسطتوا هيصوا لي كده واعملوا اداء. شكرا. هتصور معاكم صوره وهنتقابل، يلا بينا. ممكن تنوروا الكشافات وتخلوها تحت وما تعملوا الصوت. يا جماعه اخيرا رجعنا مصر. يا جماعه لو اتبسطتوا اعملوا دوشه. وفين السقف؟ ايوه. تحياتي لكل حد عنده لطف واي حد مخه بسيط. اسمع بقى. انا خدت فلوسي.